عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. تأنيب الضمير هذا يصير عند كثير من الناس. ما بعد الأكل يجي تأنيب ضمير، وبعدين يسأل، هنا سألت وش أعاقب نفسي فيه أو كيف أتلافى الخطأ اللي أنا وقعت فيه. تبون الصراحة للأمانة ما في حاجة ممكن إنه أنت تعملها حتى تتلافى إلا بحالة واحدة، إنك تمنعه خلاص ما عاد ترجع له مرة ثانية. لكن في تساؤل ثاني يا جماعة، ليش ضميرك ما يصحى إلا بعد ما تاكل؟ ليش ما صحى قبل ما تاكل؟ لارتفاع مادة الدوبامين، مادة اللي هو الإدمان، مع إيش؟ مع الجوع، الجريلين. خلاص التفكير يضعف، مثل اللي يروح يتقضى أو يبي يشتري من مطعم قبل الفطور برمضان. نفس الحكاية، لا ترسل واحدة جوعان. لذلك سبحان الله العظيم، مادة الإدمان هي مادة المتعة، فتنتهي بانتهاء العمل. إذا أكلت وخلصت أكل انتهى. زي مثلا الفلوس متعة، إذا هي معك وخلصت انتهت. المتعة بانتهاء الفلوس هذه، غير عن السعادة ارتفاع مادة السيروتونين، ولا تنتهي بانتهاء العمل. في فرق ما بين الاثنين. هنا بسبب وش أعاقب نفسي فيه، ما في شيء اسمه تعاقب نفسك فيه. لا ترجع تاكل نفس الصنف الغذائي اللي أنت أكلته، خصوصا هنا الفلافل إذا كانت مقلية بزيت مكرر. أبعد أي شيء أو أي طعام مكرر من نظامك الغذائي. الله يحفظ.